هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 27 من يوليو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول الأوضاع في إثيوبيا بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للعاصمة الإريترية أسمرا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. حاكم إقليم الأمهار الإثيوبي يقول بأن السلطات قبضت على مجموعة تخريبية قادمة من تيغراي. العثور على رفات منفذي انقلاب 1990 في السودان. الرئيس المصري يدعو شعبه للاصطفاف حوله. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. نقل موقع فانا الإخباري الإثيوبي عن حاكم إقليم الأمهار الإثيوبي تمسجان طرونيه بأن سلطات الأمن في الإقليم ألقت القبض على 85 شخصا مسلحين ومتخفين كرجال دين، ويهدفون إلى مهاجمة أهداف تاريخية وأماكن عبادة، وأن هؤلاء الأشخاص تم إرسالهم من إقليم تيغراي المجاور الذي يبذل حكامه جهدهم ليلا ونهارا للعودة إلى الحكم في إثيوبيا، كما قال الموقع على لسان الحاكم. ونقل موقع آخر عن نفس المسؤول بأن حكومة الإقليم سوف تبدأ في استعادة الأراضي التي صادرها إقليم تيغراي في مناطق ويلقايت ورايا، حيث تمت مصادرة الأراضي أثناء حكم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للبلاد، كما قال الموقع. وتؤشر هذه الاتهامات إلى تدهور كامل في الأوضاع في إثيوبيا، خاصة دعوات إلى شن حرب ضد إقليم تيغراي من قبل الحكومة المركزية. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. أعلنت النيابة العامة السودانية بأن السلطات السودانية عثرت في مقبرة جماعية في مدينة درمان على رفات 28 ضابطا شاركوا في عام 1990 في تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس عمر البشير، بحسب ما أعلنت ذلك النيابة العامة. وقالت النيابة في بيانها أنها تمكنت من العثور على مقبرة جماعية تشير البينات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي وري فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية، مشيرة إلى أن تحديد مكان هذه المقبرة تم عقب جهد استمر لمدة 3 أسابيع. وبعد أشهر من استيلاء عمر البشير على السلطة في يونيو 1989 بمساندة من الإسلاميين، قام ضباط من مختلف وحدات الجيش بمحاولة للانقلاب عليه، ولكن بعد ساعات من سيطرتهم على بعض الوحدات العسكرية في العاصمة فشلت محاولتهم وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية حكمت على 28 منهم بالإعدام وعلى آخرين بالسجن لفترات مختلفة. وأوضح بيان النيابة العامة أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام تاج السر الحبر في نوفمبر الماضي للتحقيق في مقتل الضباط ستقوم بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب القضائي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الأحداث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة. وأكد النائب العام أن المقبرة الجماعية وضعت تحت حراسة عسكرية لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الإجراءات. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وسائل إعلام مصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب مواطنيه بالاصطفاف في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تمر بها مصر، كما قال. وقال في كلمة بثها التلفزيون المصري بمناسبة الذكرى 68 لثورة 23 يوليو أن التهديدات التي تواجه أمن مصر القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب، وتجعل من اصطفافنا الوطني أمرا حتميا. وتأتي تحذيرات السيسي في وقت تستعد فيه القوات المصرية لتدخل عسكري محتمل في ليبيا
لقتال ميليشيات إجرامية وعناصر إرهابية أجنبية كما قالت وسائل إعلام مصرية، وأنها تعتبر ذلك تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. على صعيد آخر، هددت تركيا بسحق ما سمته الجبهة غير الشرعية في ليبيا، مؤكدة الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان يستهدفه. وكان مجلس الأمن التركي قد عقد جلسة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة من دون إعلان مسبق، وقال في بيان أنه لن يسمح للبلدان التي تتجاهل حقوق تركيا ولن يسمح لأي طرف بأن يضر ببيئة السلام والاستقرار في المنطقة. وذكر البيان أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ومصممة على حماية مصالحها وحقوقها في الشرق المتوسط بأي شكل من الأشكال، ولن تتردد في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فيما يتعلق بليبيا. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن بلاده تملك القدرة الكافية على سحق ما سماه بالجبهة غير الشرعية في ليبيا. بهذا الخبر من القاهرة مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. حاكم إقليم الأمهار الإثيوبي يقول بأن السلطات قبضت على مجموعة تخريبية قادمة من تيغراي. العثور على رفات منفذي انقلاب 1990 في السودان. الرئيس المصري يدعو شعبه للاصطفاف حوله. كانت مستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إيرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، والتي نخصصها لتناول الأوضاع في إثيوبيا بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى العاصمة الإريترية أسمرة، وقيام وفد أمني إريتري رفيع المستوى بزيارة مماثلة إلى الخرطوم. ابقوا معنا. هذه إذاعة إيرينا. أبي أحمد، التحديات والتوقعات. الزخم الذي أطل به رئيس الوزراء الإثيوبي على المشهد السياسي في بلاده كان كاسحا. عند اعتلاء سدة الحكم في أبريل قبل عامين، بدأ بخيار سياسي رشيد، وهو سياسة تصفير المشاكل كما أشار هو نفسه إلى ذلك. وفعلا على الصعيد الداخلي أطلق سراح المئات من معتقلي الضمير والصحفيين والمعارضين، وألقى قانون تجريم الأحزاب السياسية، وسمح لأحزاب المعارضة المسلحة والمدنية بالعودة للمشاركة في الحياة السياسية في البلاد. وكان أكبر إنجازاته والمعترف بها دوليا هو اتفاق السلام مع إريتريا، والذي وضع حدا لوضع مقلق بين الحرب والسلم استمر 20 عاما. بعض المراقبين السياسيين وبحكم اطلاعهم على دقائق الحياة السياسية في إثيوبيا توقعوا أن تتعطل سيارة أبي أحمد المندفعة في أوحال الحياة السياسية في البلاد. الآن وبعد مضي 2 سنين في الحكم، يواجه أبي أحمد أسوأ كوابيسه في إدارة البلاد، مع اندلاع أعمال العنف على خلفية مقتل الفنان الناشط هوتشالو هندسا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. الصراع الذي يخوضه أبي أحمد اليوم يتطلب منه أن يكون محارب شوارع وسياسي دهاليز في وقت واحد. ففي الشارع أخذ زمام المبادرة بشكل قريب، إذ أطل بعد اندلاع الاضطرابات على شعبه من شاشة التلفزيون وهو يرتدي زيا عسكريا ويهدد ويتوعد، وكان هذا مخالفا لمنصبه المدني، وهو ذو الخلفية العسكرية. غادر المجال العسكري وانتقل إلى رئاسة الوزراء، ولكنه أطل عبر الشاشة ليذكر المعارضة والشارع الثائر بأن أسنانه ما زالت عضتها عسكرية، وأمر الجيش بالنزول إلى الشارع. وانتقدت إجراءاته منظمات حقوقية بسبب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. سياسيا بدأ رصيده ينزف بخسارة حلفائه المهمين كالناشط الشاب جوهر محمد، ولكن الذي يستهلكه هو صراع كسر العظم الذي يخوضه مع حكومة إقليم تيغراي الشمالي والمحادد لإريتريا،
والذي ترفض حكومته انسحاب الجيش الإثيوبي من منطقة بادمة التي ثبتت ملكيتها السيادية لإريتريا بعد انتهاء حرب 1998-2000، وذلك بعد اتفاق السلام بين أديس أبابا وأسمرا. إذ ترى حكومة الإقليم بأن انسحاب الجيش الإثيوبي من الأراضي الإريترية قد يشجع الحكومة الإريترية على شن هجوم مباغت ضد الإقليم، لكن الخلاف حول الانتخابات وتأجيلها هو الذي أعاد الصراع إلى الواجهة مجددا بين مدينة مقلة عاصمة إقليم تيغراي والعاصمة الفيدرالية أديس أبابا. هذه إذاعة إرنا. كما هو معلوم، قرر البرلمان الإثيوبي وبطلب من رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات التي كان مقررا لها مايو الماضي حتى أغسطس المقبل، وتم تأجيلها أيضا بسبب جائحة كورونا إلى أجل غير محدود، رغم أن التكليف البرلماني والحكومي ينتهي في أكتوبر المقبل. تزامن التأجيل مع تكوين أبي أحمد لحزب جديد يقوده تحت مسمى حزب الازدهار، وينوي تثبيته كحزب أساسي في الحياة السياسية للبلاد. أثار تأجيل الانتخابات والأجل غير المسمى شكوك أحزاب المعارضة التي رأت أن أبي أحمد يجهز الحزب عبر إطالة مدى التأجيل حتى يستقوي على بقية الأحزاب في الانتخابات المقبلة. البعض الآخر اتهمه مباشرة بالنزوع إلى الانفراد بالحكم. حكومة إقليم تيغراي أعلنت أنها لن تلتزم بقرارات البرلمان وأنها ستجري انتخابات في الإقليم، وطلبت من المفوضية الوطنية للانتخابات في أديس أبابا الإشراف على الانتخابات في الإقليم. ردت المفوضية بأنها لن تشرف على أي انتخابات وطنية أو إقليمية في ظل قرار التأجيل وفي ظل الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا. هذه إذاعة إرنا. في خطوة تبرئ ذمتها بها، أعلنت حكومة إقليم تيغراي تكوين مفوضية إقليمية للإشراف على الانتخابات، لأنها تعارض بشكل مبدئي مبررات رئيس الوزراء لتأجيل الانتخابات. فتح هذا الصراع الذي يستمر بوتيرة هادئة ولكن مغلقة البوابة الشمالية على أبي أحمد، حليف أبي أحمد في أسمر إسياس أفورقي والعدو اللدود لحكومة إقليم تيغراي، والتي يتهمها بعرقلة السلام والتربص بإريتريا على الدوام. يرى جوانب إيجابية في أزمة إثيوبيا الراهنة، فهي أي الأزمة من ناحيته تؤكد وجهة نظره التي تمسك بها على مدى 3 عقود حول إثيوبيا، أنه لا يصلح لها نوع الحكم الذي يعطي حريات للقوميات، لأن البلاد سوف تتفكك على حد قوله. ثانيا، أن أي مواجهة تهدد وجود خصومه وسلطتهم في تيغراي مرحب بها رغم المخاطر الجسيمة على إريتريا ذاتها. إريتريا على المستوى الرسمي لا تتحدث عما يدور في ساحة حليفها أبي أحمد، ولكن المؤيدون للحكومة الإريترية في الخارج ينشرون ملصقات فيها صورة رئيس الوزراء الإثيوبي وخلفه علما إريتريا وإثيوبيا، ويؤكد الملصق وقوف الشعب الإريتري مع رئيس الوزراء الإثيوبي. الإشارة التي يرسلها الملصق واضحة، فبناء على معطيات خلفية العلاقات الإريترية الإثيوبية هي أننا نؤيدك في استخدامك للقوة في معاملة خصومك، وخاصة في إقليم تيغراي. حتى هنا يبدو الأمر طبيعيا، بتمني أن يقوم حليفك بضرب عدوك وإنهاكه، حيث يرى مؤيدو الحكومة الإريترية بأن أي مواجهة مسلحة بين أبي أحمد وحكومة إقليم تيغراي التي شقت عصا الطاعة تصب في صالح إريتريا. حتى هنا أيضا قد يبدو الأمر طبيعيا، ولكن الأحداث أفرزت وجهات نظر مماثلة لمؤيدي الحكومة الإريترية، ولكن هذه المرة في أوساط المعارضة الإريترية في الخارج. ولأول مرة يسجل التقاء للخصمين المعارضة والحكومة، التقاءهم في هدف واحد وتدميري، وهو تأييد حرب أهلية في إثيوبيا بين حكومة رئيس الوزراء وحكومة إقليم تيغراي. يصف الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاجتماعية الأستاذ صلاح خليل وضع رئيس الوزراء الإثيوبي بالحرج، فشرعية رئيس الوزراء وحكومته تتعكل، حيث تشكك المعارضة الإثيوبية فيها، خاصة مع انتهاء تكليفه رسميا في أكتوبر القادم. والاتهامات الواضحة بأن حزب الازدهار الجديد ينوي الاحتفاظ بالسلطة لمدى زمني طويل، حيث أشار خليل إلى أن حزب الجبهة الوطنية المعارض أكد أن العملية الديمقراطية توقفت بشكل عميق،
وتؤكد المؤشرات بأن هناك مواجهة مؤجلة بين أبي أحمد وخصومه، ومن المرجح أن ينفجر الوضع بحلول شهر أكتوبر المقبل، ولكن في نفس الوقت يتمنى البعض أن تنفجر المواجهة الفاصلة بين أبي أحمد وحكومة إقليم تيغراي الشمالي قبل ذلك الوقت. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كتب هذا التقرير قبل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أسمرة ولقائه بالرئيس إسياس أفورقي. يجب علينا وضع أسمرة الآن في قلب المعادلة فيما يجري في إثيوبيا، لأن الخطوات التي يتحرك بها رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري تسير في اتجاه تأكيد أن عدوهم على المستوى المحلي واحد، وهو حكومة إقليم تيغراي. ولكن السؤال الذي ينطرح بقوة الآن: ما هي الخطوات التالية لكل من أبي أحمد وإسياس أفورقي تجاه عدوهما المشترك؟ بالطبع درجة العداء تختلف بين مقالي وأديس أبابا وبين مقالي وأسمرة، فالقيود المفروضة على أبي أحمد وإسياس في استعداء الويانة كبيرة، ولكن لا يمانع الاثنان في خنق الإقليم على الأقل. بالتزامن مع زيارة أبي أحمد إلى أسمرة، قام رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الإريترية فيليبوس والدي يوهانس بزيارة إلى الخرطوم التقى فيها نظيره السوداني، وسلم رئيس مجلس السيادة السوداني رسالة من الرئيس إسياس، كما قالت وسائل الإعلام السودانية أنها تتعلق بالعلاقات بين الجانبين بدون تفاصيل واسعة. الوفد الذي ترأسه فيليبوس والدي يوهانس ضم كذلك اللواء حمد كاري قائد القوات البحرية الإريترية، واللواء أبرهة كاسا رئيس وكالة الأمن القومي. الملاحظ أن هذه الزيارة تختلف عن الزيارات السابقة، فهي جاءت معلنة في وسائل الإعلام وحظيت ببروتوكولات استقبال عالية، وأنها ضمن مسؤولين أمنيين كبار. نفس هؤلاء المسؤولين دوما يقومون بزيارات سرية لدول الجوار لا يتم الإعلان عنها، كزيارات للسعودية والأمارات وإسرائيل متكررة وسهلة المتابعة للمراقبين الدبلوماسيين. لكن هذه المرة جاءت معلنة كتوجيه لرسالة واضحة إلى إقليم تيغراي بأن الجبهة الغربية مع السودان مؤمنة. لا يعني ذلك أن الحرب على الأبواب، ولكن ما تبقى منها هو إطلاق الرصاص، وذلك حسب ما قاله دكتور دبرتسين حاكم إقليم تيغراي، الذي أكد في لقاء أخير بأن الحرب ضد إقليمه بدأت ويتبقى إطلاق النار. هذه إذاعة إرينا. من ناحية أخرى، كان جيتاتشو ردا المسؤول الرفيع في جبهة تحرير ويانة قد قال بأن رئيس الوزراء الإثيوبي يجاهر بالعداء لإقليم تيغراي وحكومته، حيث قال في أكثر من مرة أن هناك مجموعة فقدت السلطة وتريد زعزعة الاستقرار في إثيوبيا، في إشارة واضحة إلى إقليم تيغراي. ووصف جيتاتشو ردا رئيس الوزراء أحمد بالرجل الذي يثير المشاكل، خاصة بعد اتخاذ إجراءات بعد الاضطرابات الأخيرة أدت إلى قفل إذاعة تيغراي، ولكن البث واصل بعد وقت قصير من الانقطاع. وكما أوردنا في صدر نشرتنا الإخبارية، فإن مواقع إثيوبية تابعة لناشطين من قومية الأمهرة نقلت عن حاكم الإقليم تمسجن طرونيه بأن السلطات الأمنية في الإقليم ألقت القبض على 85 مسلحا قادمين من تيغراي، وكانوا يخططون لشن هجمات إرهابية على أماكن عبادة وأماكن تاريخية في إقليم الأمهرة. وأشار حاكم الإقليم إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار محاولة حكام إقليم تيغراي للعودة إلى حكم إثيوبيا بعد ما فقدوه بمجيء أبي أحمد إلى السلطة. من ناحية أخرى، أشار موقع موال لإقليم تيغراي بأن حاكم إقليم الأمهرة صرح أيضا بأنه سوف يعمل على استعادة الأراضي التي صادرتها حكومة إقليم تيغراي من إقليم أمهرة وضمتها إلى إقليم تيغراي، وهذه الأراضي هي في محافظة ويلقايت ورايا. وأشار الموقع إلى أن طرونيه قال بأنه سوف يستخدم الوسائل السلمية لإعادة هذه الأراضي المستلبة على حد قول الموقع. ويبدو أن هذه التصريحات تأتي في سياق تأجيج الوضع بين الأقاليم والعرقيات الإثيوبية للدفع بإثيوبيا إلى حافة المواجهة من أجل تغيير الوضع السياسي الراهن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أيا كان الاتجاه الذي تسير فيه الأمور في إثيوبيا، فإن ربط إريتريا بما يجري هناك ربطا مباشرا مؤثرا سيكون له آثار ضارة على البلاد. فافتراض أن أي حرب على إقليم تيغراي سوف تزيل خصما عنيدا لإريتريا هي فكرة غير صحيحة. نعم، رغم ما يشكله إقليم تيغراي لإعاقة لمسيرة إريتريا في الماضي وربما في المستقبل، لكن الحرب ليست هي الأداة السحرية لحل مسائل تتعلق بالكراهية. فمن أين
يضمن مؤيدو الحرب في إثيوبيا بأن الحرب سوف تقضي على قوة تيغراي وتطلعات الإقليم، وأنها لن تخلف شعورا أكبر بالكراهية لدى شعب تيغراي تدفعه للمزيد من تأجيج الأوضاع في المنطقة. علمنا التاريخ أن الحروب التي خاضها إسياس أفورقي على عدة جبهات بأن كل حرب هي ذريعة من أجل تطويل أمد حكمه وإلهاء الشعب بالمعارك والدماء. والدعوة اليوم لحرب ضد تيغراي سواء من داخل إثيوبيا أو إريتريا هي دعوة تصب في نفس الاتجاه، أي تطويل مدى حكم الدكتاتور إسياس أفورقي، وأن على الداعين إلى الحرب خاصة فيما يوصف بالمعارضة الإريترية أن يعيدوا النظر، لأن تكلفة الحرب أكبر من مكاسبها، ولأن الحرب لا تنجح دوما في تحقيق أهدافها، وأن النسب غير المتحققة من أغراض إشعال الحرب ستكون سببا لاندلاعها مرة أخرى. فالحرب تدعو إلى الحرب، وهذا هو منطق الحياة، وعلى الجميع أن يعلم بأن الحروب ليست هي الحلول. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تعليقا سياسيا حول الأوضاع في إثيوبيا تحت عنوان أبي أحمد التحديات والتوقعات بقلم فتحي عثمان. وبهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وقبل الختام أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. حاكم إقليم الأمهار الإثيوبي يقول بأن السلطات قبضت على مجموعة تخريبية قادمة من إقليم تيغراي. نقل موقع فانا الإخباري عن حاكم إقليم الأمهار الإثيوبي تمسجان طرونيه بأن سلطات الأمن في الإقليم ألقت القبض على 85 شخصا مسلحين ومتخفيين كرجال دين ويهدفون إلى مهاجمة أهداف تاريخية وأماكن عبادة، وأن هؤلاء الأشخاص تم إرسالهم من إقليم تيغراي المجاور الذي يبذل حكامه جهدهم ليلا ونهارا للعودة إلى الحكم في إثيوبيا، كما قال الموقع على لسان الحاكم. العثور على رفات منفذي انقلاب 1990 في السودان. عثرت السلطات السودانية في مقبرة جماعية في مدينة درمان على رفات 28 ضابطا شاركوا في عام 1990 في تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس عمر البشير بحسب ما أعلنت النيابة العامة السودانية في يوم الخميس الماضي. الرئيس المصري يدعو شعبه للاصطفاف حوله. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وسائل إعلام مصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب مواطنيه بالاصطفاف معه في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تمر بها مصر. وقال في كلمة بثها التلفزيون المصري بمناسبة الذكرى 68 لثورة يوليو أن التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب، وتجعل من اصطفافنا الوطني أمرا حتميا. وتأتي تحذيرات السيسي في وقت تستعد فيه القوات المصرية لتدخل عسكري محتمل في ليبيا لقتال ميليشيات سمتها بالإجرامية والإرهابية، واعتبرت أنها تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي لمصر. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. لكم تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.